قرآنا عربيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على الكمال والتمام. نحمده تعالى ونشكره على ما أولى، ونشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى، شهادة تنفعنا في الآخرة والأولى. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أولاه من العطايا ما هو به أولى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ذوي القربى وصحابته نجوم الدجى، وعلى التابعين لهم على سنن الهدى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والموضوع المراد التذكير به هنا هو ما أقدم عليه المجلس العلمي الأعلى من تجديد في أسلوب الإرشاد، سماه خطة تسديد التبليغ، وذلك بقصد تذكير الناس بوعد الله الحق بالحياة الطيبة بشرطين هما الإيمان والعمل الصالح. وقصد العلماء ثلاثة أمور، هي التذكير والشرح والمتابعة الميدانية بما تتطلبه من الإلحاح المصحوب بالحكمة. وقد بدأ تجديد التبليغ بالفعل باقتراح خطب للجمعة منذ عدة شهور، بدأت بشرح الإيمان وبيان مقتضياته على أنه التحقق بالتوحيد الذي يكون من أهم ثمرات تخلية المؤمن من الأنانية، حتى يصبح حاله وعمله خيرا ينفعه وينتفع به الناس. وبعد هذا الشرح للإيمان جاءت خطب تتعلق بالأركان الأربعة الأخرى، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يرتجى من ثمراتها الخيرة على الفرد والجماعة. إذ الأركان كما هو معلوم تقوي الإيمان من جهة وتهيئ للعمل الصالح من جهة أخرى. والآن جاء وقت شرح العمل الصالح الملخص في كلمة الاستقامة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم، وفي رواية ثم استقم. فحياة المؤمن مبنية على هاتين الجملتين: تصحيح الإيمان وترسيخه، ثم القيام بما يلزم من العمل الصالح الشامل لكل عمل وحركة أو سكون يقوم به المؤمن في حياته. أيها المؤمنون والمؤمنات، ستتناول الخطب القادمة إن شاء الله شرح العمل الصالح في مواضع مرتبة حسب الأولويات. وإذا كان الهدف هو التغيير في النفوس وفي السلوك، فإن هذه المواضع ستتناول الحياة العملية بما فيها من ارتباط وما لها من نتائج وتبعات. وهكذا ستأتي هذه المواضع حسب الترتيب التالي: أولا، الحرص على الالتزام بثوابت الأمة في العقيدة والمذهب والسلوك وإمارة المؤمنين، لأن هذه الأربع
حصن الأمة ضد الفتنة، باعتبار أن كل إسهام في الأمن من جميع أنواع الخوف من صميم التعبد والتدين. ثانيا، العطاء في سبيل الله. العطاء في سبيل الله من القليل والكثير، ومن النفس والوقت، وكل ما يمكن أن ينفع به المؤمن أخاه فهو يدخل في مسمى العطاء. ثالثا، الحرص على أكل الحلال، وذلك بالإخلاص في العمل المأجور وفي المعاملات، والإتقان فيه، ومراقبة الله تعالى في التعامل مع الناس، والاحتياط من أكل أموال الناس بالباطل. رابعا، الحرص على أداء حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جوامع كلمه فيما رواه الترمذي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالحديث جامع لأنواع الحقوق الثلاثة. خامسا، بناء الحياة الأسرية على السكينة والمودة والفضل والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. سادسا، تربية الأولاد على أخلاق الدين وعلى المسؤولية في الحياة. سابعا، الحرص على تجنب التهلكات، ومن ضمنها أنواع الإدمان. ثامنا، تجنب الإسراف بجميع أشكاله، إذ الحق سبحانه لا يحب المسرفين. تاسعا، تجنب الإفساد في الأرض ومراعاة حرمات الله في جميع أنواع خلقه. عاشرا، محبة الوطن والبرهنة على ذلك بخدمته، ولا سيما من خلال التضامن وجمع الكلمة وتوحيد الصف في كل الأمور. 11، الانخراط في الشأن العام على أساس التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كل في موقعه وما يحسن من عمل. 12، الحرص التام على العمل وفق القوانين المنظمة لحياة الناس والخادمة للمصالح العامة للأمة، باعتبار هذا الحرص داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 13، العمل بالسنة في الاقتصار على أخذ علم الدين من العلماء العدول، أي غير المنتمين للأهواء، وعلى سيما الذين يدعون عبر الشبكات التواصل بغرض غير وجه الله، لأن من يدعو لوجه الله لا يخرج عن ثوابت أمته المحروسة بالعلماء الضامنة لأمنها الروحي والفكري والاجتماعي. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون والمؤمنات، ذكرنا فيما سبق مداخل موضوعات العمل الصالح التي ستتناولها الخطب المقبلة بحول الله، وهي لا تشمل كل أنواع العمل الصالح، ولكنها تذكر أولوياته. والهدف من نهج العلماء أمران: أولهما
توضيح مضمون الدين حول مواضيع الحياة العملية، وثانيهما توضيح حقيقة الدين وأنه الجمع بين العلم والعمل، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكما قال غير واحد من الصحابة: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، إذ العلم بلا عمل حجة على صاحبه توجب عليه الالتزام بمقتضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحارث الأنصاري وقد برهن على صدق إيمانه ورسوخه: عرفت فالزم، يعني أضف إلى هذا الإيمان الراسخ العمل بمقتضاه. وعلى هذا الأساس ستكون مواضع الخطب في أبواب العمل الصالح الشغل الشاغل للعلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات والأئمة والإعلام، لا من جهة التبليغ فحسب، بل على الخصوص من جهة المتابعة من أجل التطبيق. فالمنطلق هو أن الناس حريصون على الدين، ولكنهم بحاجة إلى من يبصرهم في كيفية التدين. وجوهر التدين هو السلوك المبني على محاسبة النفس تجاه أوامر الله ونواهيه. ثم إن العلماء وهم واثقون بوعد الله في الحياة الطيبة يتوقعون أن تتحسن حياة الناس إذا آمنوا وأتبعوا الإيمان بالعمل، ولكي تكون أركان الدين التي هي من العبادات الخالصة إعانة لهم على تقوية الإيمان من جهة، وتيسيرا وتنشيطا للجوارح في باب العمل من جهة أخرى. والله تعالى نسأل أن يحقق الآمال في المعاش والمعاد، ويبلغ المراد في نفع العباد والبلاد، حتى يسعد الجميع بالحياة الطيبة على مستوى النفس والأسرة والمجتمع. هذا وصلوا وسلموا على من بعثه الله لإسعاد الناس بالعقيدة السليمة والعمل الصالح والخلق الحسن، سيدنا محمد خير خلق الله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعلى آله الطيبين وصحابته المهديين، وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى التابعين لهم في سنن الهدى إلى يوم الدين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك المؤمنين، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس، نصرا مؤزرا مؤيدا تحقق له به ما يتمناه لشعبه ووطنه وأمته، وأقر على جلالته بولي عهده المشمول بجميل رعايته صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد الأمير الجليل مولانا رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. وارحم اللهم الملكين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واهدنا في سبيل مرضاتك سبل السلام. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا وتوفنا غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.